السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على معلومات مهمة جدا لازم نعملها أثناء علاج السلاحف عندنا، لأن لو ما عملناهاش بجد بجد هتبقى خطر على السلحفة وخطر على السلاحف التانية. يعني لو احنا مثلا مربيين أكتر من سلحفة عندنا في البيت لازم نعمل الحاجات اللي أنا هقولها دي. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه، لو السلحفه بتاعتنا لسه جايه جديد، يعني شاريين سلحفه جديد، ما ينفعش ان احنا ندخلها على بقيه السلاحف بتاعتنا، لازم نعمل لها عزل الاول، يعني نحطها في بيت لوحدها او كرتونه. ولازم نعمل لها فحص شامل. يعني ايه فحص شامل؟ يعني نشوف هي بتعاني من اي مرض، عندها لا قدر الله ديدان، عندها برد، عندها التهاب في عينيها، عندها مثلا اي حاجه، لازم نعمل لها فحص شامل. وانا كنت شرحت لكم الموضوع ده في اكتر من فيديو قبل كده. وتاني حاجه، لو السلحفه بقى عندها فعلا مرض، مثلا التهاب في عينيها، لازم ما نحطهاش في تربه خالص عشان نضمن ان عينيها ما تتلوث، ما يجيلهاش تلوث يعني. وبنحطها في كرتونه معزوله لوحدها. وطبعا زي ما انا عملت مع زقزوقه لما كان عندها خراج الاذن، وانا عملت لها عزل تام. والنهارده عايزاكم كلكم تباركوا لزقزوقه وتقولوا لها الحمد لله على سلامه، ان انت رجعتي بيتك بألف سلامه وبصحه كويسه، ورجعتي لزقزوق والمها بنوتك بخير وسلام. بس طبعا زقزوقه اخده على خاطرها شويه من زقزوق ومن بقيه السلاحف، عشان طبعا هي كانت قاعده بقالها اسبوع لوحدها وكانت متضايقه جدا، كانت زعلانه ان هما ما بيسالوش عنها. بس بقى قالت ايه، خلاص يعني هسامحهم المرة دي وابتدي اتفاعل واكل معاهم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، انا دايما بحط لهم الاكل متنوع، عشان الاكل المتنوع بيحافظ على سلامة صحة السلحفة. وبنضمن ان هي يعني ما يكون جسمها قوي وما يكونش فريسة سهلة لأي مرض. تمام. طيب ايه تاني المفروض اعمله يا طنط نانا؟ طبعا لما بتأكد ان السلحفة خلاص خفت وبقت كويسة، على طول برجع ارجعها عند السلاحف تاني. طيب في سلاحف احنا بنجيبها بيبقى عندها ديدان، بس للاسف الشديد ما بيبانش خالص في البراز بتاعها. وكمان يعني انا اتفاجئت من حاجة، ان في واحدة من المتابعين كانت مدام زينب بتقولي ان هي راحت عملت تحليل للحمام بتاع السلحفة، وللأسف الشديد التحليل ما بينش ان هي عندها ديدان، وهي بعد شوية اكتشفت ان عندها ديدان. فبصراحة الموضوع ده يعني حيرني شوية وقلقني. فاحنا عامة نعمل ايه عشان نطمن؟ ان احنا نديها الجرعة الوقائية. ايه هي الجرعة الوقائية؟ ان احنا بنديها علاج الديدان، سواء السلحفة عندها ديدان او ما عندهاش ديدان، هو مش هيأذيها خالص ومش هيأثر عليها. بالعكس، احنا كده هنضمن ان معدتها نظيفة وما فيهاش اي حاجة، لان احيانا كتير السلاحف بتيجي من عند التاجر عندها ديدان من البيئة بتاعتها، او بتبقى ممكن يكون في عدوى عندها من السلاحف التانية، او كلت اكل ملوث، او ايا كان السبب يعني. فاحنا بندي الجرعة الوقائية الاول، وبعد كده بنخلطها مع السلاحف. بس ما ينفعش خالص ان احنا نكون لسه جايبين سلحفة وندخلها على السلاحف بتاعتنا. زقزوق زعل من زقزوقة عشان مش راضية تسأل فيه ولا معبراه خالص فسابها ومشي بقى، وايه قال ما يروح بقى يشوف بقى آه يشوف نفسه بقى وياكل ويتعامل بقى مع بقية السلاحف التانية، ادام زقزوقة مش راضية ترد عليه. طبعا زقزوقة بتتعامل اهي، بسم الله ما شاء الله، رجعت لحياتها الطبيعية وبقت كويسة. وطبعا حضراتكم تابعتوا معايا ما طلع لها خراج، بس انا لحقته في الاول ما خليتوش يكبر، لان لو الخراج كبر قوي الجرح بيبقى عميق جدا، وممكن يحتاج لا قدر الله خياطة وندخل في حاجات اكتر، وياخد كمان فترة اطول في العلاج. فالحمد لله رب العالمين، التوفيق من عند رب العالمين. الواحد لما بيستعين بالله ربنا بيوفقه. فالحمد لله زقزوقة هي الموضوع كله خد اسبوع مش اكتر من كده، وانا لما لقيتها بقت كويسة وشهيتها رجعت احسن من الاول وصحتها رجعت احسن من الاول رجعتها للسلاحف بتاعتها. وزي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، اندمجت وبقت بتاكل
وبقت كويسة جدًا. عايزين يا جماعة نقول بسم الله ما شاء الله، السلاحف روح وهنتحاسب عليها، وبجد اللي قد تربية السلاحف يربي، واللي مش قد التربية يا ريت ما يربيش، لأن في سلاحف كتير ناس بيشتروها وأول ما بييجي لها أي مرض سواء ديدان أو مثلًا أي مرض ما بيعرفوش يتعاملوا معاها، فبيطلعوها بقى تبني أو بيسيبوها لغاية ما تموت، أو بيدوها لحد ما عندوش ضمير أو مش مسؤول. فلأ، إحنا أدام اشترينا سلحفاة أو أي حيوان، مش لازم سلحفاة، حتى لو قطط أو كلاب أو أي حاجة، لازم نجمع معلومات كفاية عنها عشان نقدر نتعامل معاها ونقدر نتعامل مع المرض بتاعها ونقدر نعالجها. وصدقوني يعني زي ما ربنا بيخلق الداء بيخلق له الدواء. بس السلاحف عايزة طولة بال وعايزة صبر وعايزة اهتمام وعايزة حب وعايزة عشاق للسلاحف. صدقوني اللي بيعشق السلاحف بس هو اللي هيقدر يتعامل معاها وهيقدر يكمل معاها العلاج. وصدقوني سلاحف كتير جدا 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 خفت بسم الله ما شاء الله، وفي سلاحف من الإهمال كتير جدا 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 ماتت. أرجوكوا أرجوكوا حافظوا على السلاحف دي، روح وهنتحاسب عليها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس.